السلام عليكم حبابي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه ان شاء الله. والفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال كيف العاده يا ربي. اليوم جيت لكم بفيديو جديد كله انبهارات وكله مفاجآت وكله استكشاف شي حوايج ما كنتش عارفاهم انا شخصيا، واليوم اول مره غادا نعرفهم وما قلتهم لكم، حتى مشيت وقلبت وتاكدت وبحثت وشفت وقريت وسولت عاد باش جيت باش نعطيكم المعلومه. غادي نخليكم تتفرجوا في الفيديو بطبيعه الحال وتكتشفوا معايا الرحله اللي راني خرجت درت في هذه المدينه الزوينه عروس شمال طنجه. وكيف العاده راني خليت لكم الانستغرام ديالي، دخلوا تابوناو عندي باش تبداو تعرفوا عليا وعلى يومياتي اكثر، بحكم انني ما كنبانش في اليوتيوب. تشوفوني عبر الانستغرام وتعرفوا على شخصيتي اكثر ان شاء الله. نتمنى انني نكون خفيفه على قلبكم كيف العاده. نخليكم مع الفيديو ونتلاقاو دابا شويه. بسم الله على بركه الله، نبداو الوجهه ديالنا. وقبل ما نبدا نعرفكم على اول وجهه لينا ونعرفكم عليها اكثر ونعرفوا عليها حوايج انا براسي ما كنتش عارفاهم، نبغي نقول للناس اللي كتشوف الفيديو ديالي واللي غادا تشوف الفيديو ديالي في المستقبل ان شاء الله، كنهضر مع خوتي المغاربه. بلادنا جنة فوق الارض، لازم علينا نفتخروا اننا منها وان دمنا كتجري فيه الروح الوطنيه المغربيه، وكنفتخروا اننا من الدوله المغربيه او من المملكه المغربيه. انا شخصيا كنفتخر انني من هذه الدوله، واي بلاصه مشيت ليها غادا نكون لابسه اللباس المغربي وكنقول لهم انا مغربيه ولازم عليكم تحترموني حيت انا مغربيه وافتخر بطبيعه الحال. واول وجهه ان شاء الله غادي نتوجهوا ليها يا ربي، ونسيت ما قلت لكمش الله يحمينا ويحمي بلادنا الله من كل شر يا ربي. وكيف ما كتشوفوا معايا دابا غادي نعرفكم على هذا المنظر الرائع، منظر خطير، منظر واعر. انا حبيت هذه المدينه، غدا ما بقى ليا والو نولي نحماق عليها مع احتراماتي للاصول ديالي ومع احتراماتي للاصول ديال الزوج ديالي وحتى المدينه ديالتي اللي رانا جينا منها، يعني مدينه كازا، ولكن المغرب كله ديالنا حنا، ديالو هو ديالنا، وكل مدينه وحلاوتها، ولكن طنجه حاله خاصه. وكيف ما كتشوفوا معايا دابا حنا دخلنا وسط من الغابه اولا وسط من هذا المنتزه الكبير. نصيحه اللي نبغي ننصحكم هو انكم ملي تكونوا باغيين تكتشفوا شي بلاصه هكا ويعني قدامكم الطريق وهذا الشيء، ما تديوش معكم الوليدات الصغار حيت كيعياو، وانا عياو ليا وليداتي وما قدرتش نكمل حيت كيف ما كتعرفوا الجبل تيكونوا فيه هبطات وطلعات، يعني الوليدات غادي يعياو في هذيك الطلعه وهذيك الهبطه، يعني غادي يتهدوا ديال بصح. من الاحسن يمشيو غير ناس بعقلهم كبار اللي كيستحملوا الطريق وكيعجبهم انهم يتمشاو بزاف. هذه غير للتذكير وصافي. والصراحه راه منطقه خطيره، كتدخلوا وسط الغابه ما كتلفوا ما حتى شي حاجه، حيت الغابه فيها ممرات اللي تصايبوا على يد الناس، وفيها كذلك اشارات بنادم الا تلف راه يعرف فين غادي يتوجه. كيف ما غادي تعرفوا دابا غادي نعرفكم على هذا المنتزه اللي معروف عند الناس ديال المنطقه وعند الزوار اللي كيجيو يزوروه بمنتزه الرميلات. ولكن اللي ما عارفينش الناس واللي ما كنتش عارفه حتى انا هو ان هذا المنتزه الاسم ديالو الحقيقي منتزه بيرد كاريس. علاش سميتو منتزه بيرد كاريس في نظركم؟ انا دابا غادي نقول لكم علاش. هاد الاسم ديال بيرد كاريس كيتقترن باسم احد الاثرياء، يعني واحد الرجل اللي لاباس عليه اللي هو امريكي والاصول ديالو يونانيه. كان كيخدم هنا في المغرب في منصب قنصل ديال الولايات المتحده الامريكيه هنا بطنجه. وتتقول احدى الصحف الاسبانيه اللي داروا معاه لقاء وتعرفوا على الموقع او على الموقع اللي خدا او على هذا الاسم ديال هاد بيرد كاريس وكيفاش تاخداها وداكشي منه شخصيا. هاد الامريكي خدا هاد المنطقه هذه اللي المساحه ديالها تقريبا 70 هكتار، خداها سنه 1887، يعني شراها
علاش شراها في نظركم؟ ما شراهاش باش تكون ديالته او لا باش يبني فيها شي حاجه او لا، خداها على ود الزوجه ديالو. شفتوا الحب كيفاش داير؟ على ود المرض اللي كانت مريضه به الزوجه ديالو. الزوجه ديالو كانت كتعاني من واحد المرض اللي هو مرض السل، وكيف ما كنعرفوا ان مرض السل نصف العلاج ديالو هو الراحه والاستجمام، كيف ما كنقولوا الطبيعه والماء والهواء النقي والمناظر. هذا نصف العلاج ديال مرضى السل، يعني اللي كينصحوا به الاطباء قبل الدواء هو الطبيعه. فخدا هذا المكان هذا من اجل الزوجه ديالو باش تقدر تعالج من المرض ديالها. واستعدت الدوله المغربيه الملكيه ديال هذا الموقع سنه 1958، وتعهدت بالتدبير ديالو المديريه الجهويه للمياه والغابات. وبفضل الدراسه اللي داروا على هذا الموقع هذا تحمى يعني ولا من بين المواقع المحميه سنه 1993. وغادي يتم الاعتبار ديال هذا المنتزه اللي مسمى بمنتزه الرميلات او منتزه بيردكاريس كموقع ايكولوجي. اشنا هو المعنى ديال الايكولوجيا او الايكولوجيا؟ باختصار هي علم البيئه. الناس اللي ما عارفينش علم البيئه هو انها كدار واحد التجارب، واحد الاختبارات، واحد هذا على الكائنات الحيه والعلاقه ديالها مع بعضها البعض ومع البيئه ومع المحيط اللي هي فيه. فهذا هو علم البيئه. يعني غادي يشوفوا هذوك النباتات وهذوك الاشجار وهذوك سميتو والعلاقه ديالهم اللي غتكون، يعني الى مسيناهم او الا كلينا منهم او لا، باش يحذرونا الا كانت شي نبته خطيره، شي نبته ما خاصهاش تكال او لا شي نبته ما خاصهاش تلمس، فخاصهم يحذرونا. والحاجه الزوينه اللي غادا تثير انتباهكم في هذه الجوله هذه هو ان هذا المنتزه هذا عنده جوج ديال الاطلالات. هذه الاطلاله الاولى اللي كتشوفوا معايا هو انه كيشوف في المضيق ديال جبل طارق، يعني الفرق بيننا وبين دوله اسبانيا. صراحه احساس زوين. انا ما كرهتش ندير شي جوله وما كرهتش نوصل حتى لهذيك البلاصه. يعني ان شاء الله مني غادي يتحل البحر ويبداو يخرجوا اليخوت، ان شاء الله غنديروا جوله في البحر وغادي نقربكم اكثر من هذاك، غادي نعيشوا اكثر مع هذاك الاجواء ديال المحيط حتى هي. والاطلاله الثانيه اللي كيطلع عليها منتزه الرميلات او منتزه بيردكاريس هو المحيط الاطلسي اللي حتى هو قريب بزاف من تما، ما بعيدش بزاف. هنا غادي نكون عرفتكم على منتزه الرميلات او منتزه بيردكاريس كيف ما عرفت، يعني غير جديد باش عرفت ان الاسم الحقيقي ديالو هو منتزه بيردكاريس. غادي نكون عرفتكم عليه بهذه الطريقه المبسطه وبالشرح ديالي المبسط. نتمنى انني نكون شرحت لكم شويه وقربتكم من هذا المنتزه هذا. دابا غادي نمشيو ان شاء الله باش نتغداو، وبطبيعه الحال الوجبه الاولى اللي غادي يقدموا لينا سواء طلبناها او لا ما طلبناهاش هي الاكله الشهيره عند الناس الشمال، البيصاره. كيف ما كنعرفوها حنا الناس الداخل كنسميوها البيصاره او هما كيسميوها بيصار. المهم شهيه طيبه. دابا غادي نتغداو ان شاء الله وغادي نتوجهوا لوجهه اخرى اللي حتى هي غادي تكتشفوها معايا.
البلاصه الثانيه اللي زرناها في نفس النهار تقريبا، حيت هاد المناطق كلهم جا وحده بعضياتهم، هو الشاطئ اشقار. هاد الشاطئ هذا معليش بزاف د المعلومات، من غير انه من بين اجمل الشواطئ اللي كاينه هنا بمدينه طنجة. يعني فيه مجموعه من الجبال، يعني كتدخل ليه صالح يعني باش يجيو ليه الناس باش يعوموا، وحتى للناس اللي كيديروا ركوب الامواج، يعني حيت فيه امواج تقريبا كتجي عاليه، يعني صالحه لركوب الامواج. والجو واخا تيكون فيه بارد، ولكن كتكون شي حاجه زوينه كيف ما كتشوفوا. البحر صافي، يعني فيه اللون نفس اللون ديال السما كاين في الشاطئ، والرمله زوينه غزاله. صراحه ما هبطناش حيت ممنوع، كاين البوليس وكاينه المراقبه، يعني ممنوع. واخا ان الجو سبحان الله العظيم مازال ديال الصيف، يعني مازال بنادم باغي يمشي للبحر وباغي يعوم، ولكن لسوء الحظ او لا لحسن الحظ ان المهم سوء او لا حسن، الحمد لله على كل شيء، جانا هذا الوباء، فالاحتكاك ممنوع. ممنوع منعا كليا، باش اننا نديروا تجمعات وبزاف د الحوايج. من غير الا كلنا عائله وحده، يعني ساكنين في نفس الدار، فكنخرجوا مجموعين، كناكلوا مجموعين، كنتساراو مجموعين. هذا هو الفرق اللي كاين. اما باش نتلاقاو مع ناس اخرين فهاد الشيء ماشي ممكن. راكم عارفين. هذا كان هو شاطئ اشقار، يعني ما كايناش شي حاجه اللي خارقه للعاده، ولكن منظر واعر زوين. وكيف ما كتشوفوا الخضوريه كاينه فين ما مشينا. سمحوا لي على هنايا كان شويه الكاميرا دبات ليا، ما عرفتش مناش. ما غاديش تبان لكم الصوره واضحه مزيان في المشهد اللي قبل، ماشي مشكل. غادي نتقبلوا عليا. دابا غادي نمشيو للوجهه الثالثه ديالنا، اللي غتكون هي مغاره هرقل. مغاره واعره، حتى هي زوينه، واخا حتى هي سادينها، ولكن غادي نديرو غير في البلايص، غنديرو جوله غير في البلايص اللي محلولين. حتى هي غادي نعرفكم عليها، وغادي بشي حوايج حتى هي يلاه اكتشفتهم غادي تكتشفوهم معايا ان شاء الله. ونتمنى انني نكون خفيفه على قلبكم كيف العاده، وسمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو، ولكن ماشي لخاطري، حيت بصح هادو حوايج اللي يستحقوا اننا نعرفوهم ونتعرفوا عليهم اكثر. ونتمنى انهم يعجبوكم صراحه، حيت فريمون ضربت تماره ديال بصح، باش مشيت وبحثت وكتبت وسولت ومشيت عند جوجل ومشيت عند الناس باش نتاكد من المعلومات، والحمد لله معلومات اللي هي مضبوطه، اللي غادا نقول لكم ماشي كذوب. وتقدروا هذا الشيء تكتشفوه يعني من خلال البحوث ديالكم، حتى نتوما بحثوا باش تعرفوا واش هذا الشيء بصح كاين ولا غير انا داويه خاويه. حنا دابا وصلنا للباب او المدخل ديال مغاره هرقل. الصراحه اول ما كتفوت شويه هاد اللافته هذه اللي مكتوب عليها الاسم ديال المغاره، كتحس واحد الاحساس زوين، وباللي غادي تكتشف شي حاجه اللي اول مره. صراحه انا اول مره غادي نزورها، يعني اول مره غادي نكتشفها، وانا عندي احساس هو ان كل مره غادي نمشي ليها غادي نحس نفس الاحساس. يعني شي حاجه واخا تشوفها وتعاود تشوفها وتعاود تشوفها غادي تحس براسك انك كتشوفها لاول مره، حيت شي حاجه اللي ما كيكررهاش الزمن جوج د المرات، يعني جات مره واحده وغادا تبقى الى ما لا نهايه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا دابا حنا دابا دخلنا، وهذاك الباب اللي قدامنا سادين كاع البيبان اللي كاينين تما، فهذا هو الباب الوحيد اللي مفتوح. اول حاجه اللي خاصكم تعرفوا بعدا هو ان هذه المغاره كتواجد بمنطقه الاسم ديالها راس سباردل. سمحوا لي الا كنت كندير النطق ديال الاسماء حيت ما غاداش نطقهم كيف ما كنطقوهم الشماليين بطبيعه الحال، فانتوما فهموا. هاد راس سباردل فيه كيتلاقاو البحرين، يعني البحر المتوسط والبحر الاطلسي، يعني في هاد المكان هذا. وفين كتواجد هاد المغاره هذه، وهاد المغاره ولات اسمها الاسطوره المغربيه بالنكهه اليونانيه.
ان شاء الله دابا شويه غادي نعرفوا علاش تسمات هذا الاسم هذا. وهاد المغاره كتعتبر من اشهر المغارات اللي كاينين في المغرب. علاش؟ حيت ملي كتدخل ليها لاول مره كتحس بواحد الغموض، واحد التشويق، واحد الحس ديال الاستكشاف، يعني بغيتي تكتشف هذيك المنطقه اولا هذيك المغاره عفوا. كتبغي تكتشف هاد المغاره اللي الطول ديالها تقريبا 30 كيلومتر في باطن الارض. ودابا غادي نعرفوا علامات المغاره بالاسطوره المغربيه بنكهه يونانيه. غادي نعرفوا علاش تسمات. تيقولوا يعني الاساطير تيقولوا باللي كان واحد الشخص سميتو اطلس، يعني حسب التاريخ اليوناني كان حاكم واحد الارض اللي ممتده بين الجنوب والشمال في السابق. هذا الشيء يعني بين افريقيا والمغرب حاليا. دابا متفاهمين؟ يعني افريقيا واوروبا كانوا ملاصقين، يعني بلاد وحده. لكن الهرقل كان ليه الصلاحيات في الحسم وانتصر على هذاك اطلس، يعني انتصر على اطلس وقرر باش يفصل اوروبا على افريقيا باش يوضع حد للحروب في هذاك الوقت. وكيف ما قلنا باللي افريقيا واوروبا كانوا متصلين مع بعضهم البعض، ولكن يعني كان متصل المنطقه ديال المتوسطه ديال البحر الابيض المتوسط مع المحيط الاطلسي. ولكن في لحظه غضب ديال البطل الاغريقي الشهير هرقل مع الصراع ديالو مع واحد الوحش، ضرب الجبل بايده وانشق، وتخلطت المياه ديال البحر المتوسط مع المياه ديال المحيط الاطلسي وتفصلت يعني المنطقه اللي كتوقع في النهايه ديال افريقيا على البدايه ديال اوروبا، يعني بها باش تكون هذاك الجبل. هذا الشيء اللي كتقول الاساطير، والله اعلم. انا هذا الشيء كيف ما قريته واستكشفته جيت قلته لكم. وهنايا تما كنشوفوا البطل هرقل كيتحارب هو الوحش، وبزاف ديال هكذا هاد الاصنام هادو بزاف، يعني كاينين بزاف هاد المغاره. ملي كندخلوا لهاد المغاره كنلقاو بزاف ديال هاد الاحجار اللي منحوته على هاد الشكل ديال البطل وهو كيتضارب مع الوحش. وهكذا هادشي اللي كتقول الاساطير. ونتمنى انني نكون نورت لكم العقول ديالكم شويه، ولا كانوا كيعجبوكم فحال هاد الفيديوهات قولوها ليا باش في وقت ما خرجت ما نبقاش ندير لكم غير موسيقى المونتاج، ولكن نقول لكم حتى هذوك الاماكن والحكايات ديالهم الا عجبكم. وصافي. وكيف العاده راه بلا ما نعاود نوصيكم، الا عجبكم الفيديو ديالي اشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما مشتركينش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد. وما تنساوش ليا اللايك وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وحبابكم باش تعمل فائده. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.